السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض كده صينيه بطاطس بالفراخ حلوه قوي. خليك كده معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي الطريقه، ويا رب الفيديو يعجبك. هنا معانا كده الفراخ بتاعتنا غسلينها ومقطعينها كويس جدا، ومعانا كمان البطاطس، ومعانا البصل والطماطم والفلفل. طبعا كله مغسول كده، ومقطعين البطاطس. هنعمل اول حاجه كده تتبيله الفراخ. انا بحب اتبل الفراخ يا جماعه قبل ما بحطها مع صينيه البطاطس. هنعمل تتبيله حلوه قوي. معانا كده 3 معالق كبار من البصل المفروم. البصل ده يا جماعه انا مفرزاه وحاطاه في الفريزر، وبطلعه على الاستخدام على طول. حلو جدا، بيسهل معاكي وقت وبيسهل معاكي مجهود كمان. شوفي الفيديو على القناة هيعجبك قوي بتاع تفريز البصل. معانا كمان معلقة من الثوم المفروم، ومعانا بقى البهارات بتاعتنا: ملح وفلفل وشوية سماق والسبع بهارات وشوية كزبرة ناشفة وشوية من البصل البودر. بنقلب كل دول مع بعض كده اهو زي ما انت شايفة كده. نقلبهم كويس جدا لحد ما البصل كده والثوم والتوابل يدوبوا مع بعض كده اهو. الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي طعم صينية البطاطس وطعم الفراخ كمان بتبقى حلوة جدا جدا. بننزل عليهم بقى بمكعب كمان من مرقة الدجاج. انا بحب احط مرقة الدجاج يا جماعة في تتبيلات الفراخ، بتبقى طعمها حلو جدا، وبجد بتلاقيها كده مدية طعم حلو جدا للتتبيلات عموما يعني. بقلبها كويس جدا كده، وبعد كده بنزل عليها بالفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ مغسولة كويس جدا يا جماعة ومتقطعة زي ما انت شايفة كده. هنبدأ بقى نتبلها كلها كده اهو. نصلي على النبي كده يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنقدمها لكم تكون بتعجبكم، وتكونوا كمان بتستفادوا منها. خلاص هنا كده احنا كنا تبلنا الفراخ. هنركنها بقى على جنب كده علشان نبدأ نعمل صينية البطاطس. هنا بقى اول حاجه كده بنجيب البصل معانا. انا بحب احط كده، بزود مع صينيه البطاطس بصل، بيخلي طعمها حلو كده وبيسكر صينيه البطاطس عموما يعني. بنقطعهم كده جوليان زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. طبعا انا حاطه بصلتين كبار كده عشان زي ما انا قلتلك احنا بنحب البصل فيها كتير. وفي نفس الوقت البصل ده عايزه اقولك كمان بيدي تسكيره كده لصينيه البطاطس، بيخليها طعمها حلو قوي. هنا خلاص كده احنا كنا قطعنا البصل بتاعنا. طبعا بنجيب بقى الصينية او البايركس اللي احنا هنعمل فيها البطاطس، وبننزل عليهم بقى كده بشوية من الفلفل الاسود اهو، وشوية من الكزبرة الناشفة، وشوية كده من السماق لو متوفر عندك. مش متوفر خلاص مفيش مشكلة. ومعانا كده شوية من السبع بهارات اهو. انا بنزل عليهم كده حبة حبة. وبننزل كمان عليهم بشوية من الزعتر، ومعلقة كبيرة من البابريكا اهو. واخر حاجة بقى بنحط كده معلقة من البصل بودر زي ما انت شايفة كده. وهنحط برضو مكعب مرقة الدجاج. عايز اقولك بجد بتبقى حلوة جدا لما بتحطي عليها مكعب مرقة دجاج. لو انتي مش بتحبي خلاص مفيش مشكلة خالص. ومعانا بقى معلقة من الثوم، وبننزل عليها كده ب3 معالق كبار من الزيت. وبنبدأ بقى ندعك البصلة كده بالبهارات بالزيت بالثوم. بصي بندعكهم كويس جدا. الخطوة دي برضو كمان بتخلي طعم صينية البطاطس حلوة قوي. خطوة ان انتي بتدعكي البصل كده بكل التوابل كده بجد بتعلي من صينية البطاطس، بتخلي طعمها وريحتها حلوين قوي. بننزل عليهم بقى كده بالبطاطس بتاعتنا، وبنقلب كله مع بعضه كده زي ما انت شايفه اهو. طبعا كل ده كده عشان البطاطس بتاعتنا تشرب كده من التتبيله، وبتشرب من البصل والثوم والبهارات بتاعتنا. بصي احلى صينيه بطاطس هتعمليها بالطريقه دي. انسي بقى اي طريقه تانية انتي بتعملي بيها صينيه البطاطس، وتعالي شوفي الطريقه بتاعتي كده واعملي صينيه البطاطس بالطريقه دي. عايزه اقولك بجد هيعشقوا صينيه البطاطس من جمالها ومن ريحتها وطعمها. وعايزه اقولك بتبقى دايبه كده وطالعه من الفرن جميله جميله جميله. هنا بقى معانا كده طماطميتين هنقطعهم كده قطع صغيرة
في حد هيقول لي بقى انت ليه مش حطيتي عليها صلصة او طماطم معصورة او اي حاجة؟ لا، هقولك بجد جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا. اولا احنا في الحر يا جماعة، وبجد الطماطم والحاجات اللي بتبقى فيها صلصة او تسبيكات دي بتبقى حامية شوية في الحر. فبجد الطريقة دي خفيفة كده، وعايزة اقولك هتديكي نفس الطعم كأنك حاطة عليها طماطم او صلصة بالظبط. الحاجة الخفيفة اللي بتبقى ني في ني دي بتبقى جميلة كده، خصوصا في الحر كمان ما بتبقاش مستحبة. الحاجات اللي فيها صلصة او تسبيكة بتبقى كده اخف، يعني كده بتبقى خفيفة كده، ما بتحسيش بطعمها او ما بتبقاش حامية عليكي. هنا بقى خلاص كده احنا كنا حطينا القرن الفلفل كمان، ولو عايزة تحطي قرن حراق كمان بتحطي، مفيش مشكلة خالص. وبعد كده بننزل بالفراخ بتاعتنا اهو زي ما انت شايفة كده اهو. انا بس كنت بشيل التتبيله كده، بفضي التتبيله كمان اللي في الطبق وبحطها على الفراخ زي ما انت شايفه كده. طبعا بقى هنكون كده مجهزين 3 كوبايات من الميه. هننزل كده على صينيه البطاطس ب3 كوبايات من الميه. طبعا بتكوني مسخنه الفرن عشان هتحطيها في الفرن على طول. كده خلاص بقى صينيه البطاطس خلصت معاكي، يا دوبك هنحطها في الفرن على طول اهو كده جاهزة. تخش بقى على الفرن علشان تطلع بقى احلى صينية بطاطس بجد هتاكليها. بصي شكلها وشوفي الجمال عامل ازاي، بجد شكلها وريحتها يخبل، والله شكلها وريحتها يخبل. ودايبة دوب بقى كده، يعني البطاطس مستوية والفراخ. بصي حاجة جميلة جميلة. جربي الطريقة بتاعت صينية البطاطس دي بجد هتعشقيها. هنا بقى طبعا بتقدميها بقى مع رز بشعرية كده او رز ابيض، طبعا اللي يريحك. انا كنت عاملة جنبيها رز بشعرية، وطبعا